بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، ورضي الله عن القطب المكتوم والختم المحمدي المعلوم سيدي ومولاي أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه، ورضي الله عن خلفائه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سماحة مولانا العالم العلامة ضيف البلاد الجليل الشريف النبيل سيدي الإمام أبا صالح ابن مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام فريد دهره ووحيد عصره مولانا الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني رضي الله عنه وأرضاه، السيد رئيس القضاء القوني إبراهيم السنوسي ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، معالي رئيس المكتب التنفيذي للمشيخة وجميع المرافقين، معالي نائب رئيس المجلس الفرعي بالبطحاء وأعضاء المجلس الفرعي بالبطحاء، السادة أصحاب الفضيلة العلماء والدعاء وحفظة كتاب الله عز وجل، السادة أصحاب الفضيلة المرافقين لمولانا الشيخ رضي الله عنه، السادة المادحون، السادة المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبون لأهل بيته، السادة الحضور جميعا، ضيوفنا الأعزاء، الحفل الكريم كل باسمه وجميل واسمه، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية ود واحترام، تحية محبة ووئام، تحية قال فيها سيد الأنام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، فقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي الفرح والسرور والقبطة والحبور أن يطل ويهل علينا ضيف عظيم شريف أصيل من بيت النبوة ومن سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك والله فرحة ما بعدها فرحة، وقبطة ما بعدها قبطة، وسرور ما بعده سرور. الحفل الكريم، ضيفنا الجليل، فإننا في هذه الزاوية المباركة أصالة عن نفسي ونيابة عن أهل الزاوية كبارا وصغارا رجالا ونساء، وعلى رأسهم والدنا المربي الشيخ إبراهيم داود العربي، نرحب بكم أجمل ترحيب ونقول لكم أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. يا شيخنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، فحللتم أهلا ونزلتم سهلا بين أحبابكم وتلاميذتكم ومريديكم. ويا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. الحفل البهيج، ضيفنا الجليل، وإننا بهذه المناسبة العظيمة نرفع إلى سماحتكم حبنا وإخلاصنا وتقديرنا وشكرنا على استجابتكم لهذه الدعوة التي تحملتم من أجلها متاعب السفر إلينا رغم مسؤولياتكم الضخمة وأشغالكم المتلاحقة ورحلاتكم المتوالية، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم. سيدي الشريف، وإننا إذ نحيطكم علما بأن الأحباب في هذه الزاوية، والأحباب في زاوية أمن رمبان، والأحباب في زاوية دريب، والأحباب في التيو على رأسه سيدنا أبو بكر شمس الدين
قد قاموا بقراءة 1111 ختما من أجل أن ينعم الله تبارك وتعالى على بلادنا الأمن. نفتتح اليوم بحضوركم سيدي مجمع القرآن الكريم لوالدنا الشيخ القوني السنوسي ضوى البيت، لمؤسسه والدنا القوني عمر داود العربي، مجمعا قرآنيا لتحفيظ أبناء المسلمين وكتاب الله عز وجل والعلوم الشرعية بقرية أم دريب. وكان من الأحرى أن تفتتح الخلوة في قرية أم دريب، ولكن الأقدار حالت دون ذلك. فنطلب منكم شيخنا الدعاء لنا بالتوفيق. حفلنا الكريم ولا يسعنا في هذه الكلمة إلا أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لضيف البلاد الشيخ الإمام أبا صالح، وللوفد المرافق له من المشايخ والعلماء. والشكر موصولا لكل العلماء والمقدمين والمريدين والأحباب جميعا. والشكر موصول أيضا للجنة التنظيمية لهذا الحفل والاستقبال. والشكر موصول أيضا للجهات الحكومية. والشكر للإخوة الإعلاميين، كما لا ننسى الإخوة في اللجان الأمنية والفنية. والشكر أجزله لكل من حضر سواء من قريب أو بعيد. والشكر موصول أيضا لكل من شارك في إنجاح هذا الحفل سواء ماديا أو معنويا. فشكر الله تبارك وتعالى سعيكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الشيخ ورفاقه الميامين في حلهم وترحالهم، وأن يرجعهم سالمين غانمين بجاه سيد المرسلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة